كالوم. يتقدم ميرس كالوم لمنطقة الجزاء وبالعروش ان شاء الله نحو التصدي. ودابا عاد غادي نوقفوا على بالعروش ديال بصح، لانه عليه الثقل ديال المقابله، وفي نفس الوقت الامكانيات ديالو جيده، نفسه بشكل مناسب. ضربة ترجيح الان بولاروش مهم جدا. حركات الحارس مهم جدا، دور حركات كالوم يتخشي الصوص وقفنا عليه وكان في الموعد. هذا هو بولاروش. دابا نقولوا مسح هذاك الخطا اللي ولو انه ماشي يقع في عالم كرة القدم، ولكن بولاروش تبارك الله هذه غتزيدوا ثقه حتى في التصديات ديالو المقبله. المفروض الان نسجلوا، وفريق اكاديميه محمد السادس انه يسجل الهدف الاول. كالوم غير راضي، مازال في حوار مع الحكم، ولكن الان كنشوفوا البشير كتاب نحو بشرى لتسجيل هدف اول. بشير كتاب يتقدم والهدف الاول. واحد مقابل شيء. كتاب سعيد. وهذا العناق ايضا مهم جدا. علاش؟ لانه هاد الوليدات الصغار هم ايضا جيل القادم في عالم كرة القدم. طارق، هما الوليدات ديال 15 سنه 13 14 سنه في الاكاديميه، هما غيلعبوا. كاين واحد العلاقه بيناتهم لان كيسكنوا في نفس المكان، اصدقاء ما بيناتهم، اخوه. هذا بشير 16 سنه، ملقب بالشيشه داخل الاكاديميه، ومعروف في الاوساط ديال الدار البيضاء بشيشه. ضربه ترجيحيه ثانيه وبولعروش يحمل اماني مغربيه. بولعروش كاد ان يصد هذه الكره على العموم، كره في الشباك. 1-1 في انتظار التسديد من جانب اكاديميه محمد السادس لكره القدم. اللي سجل الهدف ولاعب باسكاران جوزيف. اذا تكافؤ في النتيجه الان. في الوقت هناك إمكانية الأفضلية لأكاديمية محمد السادس. علي بحراوي ياخذ الوقت ديالو، يتقدم علي. للأسف هو خدا المسار الجيد، خدا المكان اللي ممكن أنه يضع من خلاله الكرة في الشباك، ولكن علي بحراوي لم يبحر. تصبح النتيجة متكافئة. هنا القيمه ديال انه يكون عندك حارس يصد ضربات الترجيح، لانه على الاقل كيخلي لك واحد الفرصه وواحد الامكانيه ديال التدرج. غادي نرجعوا الان التكافؤ. شوف طريق مشى بثقه في النفس، ولكن قليلا. عندنا لاعب اشول كيلعب برجل اليسرى، لاعب ليدز يضع الكرة في المرمى ويعلن على الهدف. الهدف اللي كيجي من ليدز يونايتد. الآن ليدز يتقدم بفارق هدف، لكن مازال الانتظار. امامنا الحارس زاش هيتشن. كرة من اكاديمية محمد السادس، كرة بثبات بهدوء، ووليد بن صالح هادشي للصالح ويسجل. وليد لاعب رسمي في المنتخب الوطني اقل من 17 سنه، هو كذلك يلاه عنده 16 سنه.
وهو كان من ابرز اللاعبين في الدوري هذا، خصوصا في فريق اكاديميه محمد السادس. ومرزان وهادئ وكيلعب بواحد الطريقه جيده تبارك الله. هو لاعب اللي لعب كاس العالم، لعب كاس افريقيا، فمن الواجب انه في هذه المقابلات هذه ما يكونش عنده واحد الضغط كبير بزاف، لانه لعب في ضغط اكبر من هذا بكثير. اذا كيف كنتابعوا الان؟ محاوله وممتاز ممتاز. بولاروش يا بولاروش، الاخطبوط بولاروش يتمكن من ايقاف هذه الكره. شعيب بولاروش، شعيب بولاروش يتصدى لهذه الكره ببراعه امام فيليبوت لوي. ممتازه اللقطه الماضيه. الان غادي نشوفوا ضربه ترجيحيه. اسماعيل جريري دخل بديله في الشوط الثاني. اسماعيل شوف هذه اللقطه، واسماعيل يضيع للاسف. اسماعيل مازال الصراع مستمر. كان بالاستفاده حتى كيعطيهم بلاروش كنرجعوا للتكافؤ. اذا كيبقى التعادل 2-2 في الوقت اللي غنمشيو لاخر ضربه ترجيحيه عن السلسله الاولى. اخر ضربه ترجيحيه عن السلسله الاولى اللي غادي ينفذ من جانب ليدز يونايتد هو لاعب هوارد جاكوب. امامنا وجه لوجه مع الحارس بولاروش. غادي يلعب رجل يسرى. جاكوب يتقدم ويضيع. سيناريو ماذا يقول الان؟ ان نسجل نتأهل، أن يسجل فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم يعني التأهل. وبالفعل يسير لاعب عنصر خبرة اسمه آدم جوت عنده فرصة المرور بأكاديمية محمد السادس إلى النصف النهائي، إلى مباراة يوم غد في مواجهة الحارس زاش هيتشن. آدم جوت يهيئ نفسه، يتقدم ويضيع. ماذا يعني السيناريو الآن؟ من يسجل سيكون الأقرب للتأهل، من يضيع سيكون الأقرب للمغادرة. سنلعب ضربة ترجيحية لكل لاعب. حراس نشوفوا زاش نشوفوا هذا كينون جوش. نعم، حارس ضد حارس يتقدم ويضع الكرة في الشباك. السيناريو صراحة كان غريب في ضربة الترجيح. يفسح المجال الآن لسعد لطفي أن يسجل، يعني البقاء في التباري، يعني مواصلة المشوار. سعد لطفي يضع الكرة، يعود للخلف. سعد لطفي ركز، غادي يلعب برجل يسرى، يتقدم ويضعها في الشباك. لا أعصاب طارق، على أعصاب يا طارق. هذا هو الحال. نحن نتحدث الآن عن تكافؤ، من يضيع يغادر، ومن يسجل يواصل المشوار.
ولو انه في الدوري هناك كل المباريات تلعب المباريات، لانه كاين ترتيب من الفريق. اخر الترتيب 3-3. ضربة ترجيحية الثانية في السلسلة الثانية. واخا شعيب بلعروش نطمح لأن يقدم لنا الأفضلية الآن. يلا شعيب، يلا بلعروش. شعيب التقدم وممتاز ممتاز ممتاز. بولعروش يتمكن من إيقاف هذه الكرة، يتمكن من التعامل الجيد مع هذه الكرة في المكان المناسب، يمنح دفعة معنوية كبيرة الآن لعناصر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. سيناريو أصبح مغاير، ولدينا إلياس حيداوي الخلوق قائد الفريق العميد، قادهم في العديد من الأشياء. الآن هو من له الكلمة لحسم هذه المباراة، لإعلان أكاديمية محمد السادس في الدور النصف النهائي. حيداوي، إلياس، النظرة من حيداوي، التركيز، يتقدم بأي طريقة وبأي أسلوب وبأي سيناريو مجنون. بانينكا بانينكا بانينكا. هذا حيداوي، هذا حيداوي، هذا من أمتع وقدم سيناريو ممتاز اليوم. ضربة ترجيحية من الطراز الرفيع، ضربة ترجيحية من الطراز الرفيع في شباك ليدز يونايتد. ألف مبروك لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، والموعد سيكون إن شاء الله في دور النصف النهائي. مقابلة يوم غد مقابلة مثيرة، تابعنا وإياكم. شوف الطريقة، شوف الحنكة والخبرة والأسلوب الرائع الذي قدمه لاعب اسمه إلياس حيداوي يضع الكرة في الشباك. محمد عدل يحييكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم في مقابلات مقبلة. إلى اللقاء.